علامة مليحة في الفلسفة. مرحبا بكم، معكم مريم. واليوم حتكون first اسمحوا لي استعملت الانجلي. راح تكون اليوم الحلقة الأولى تاع تحضير لباك 2025 إن شاء الله. الفيديو الأول حيكون على كيفاش نقدر نقرأ ولا كيفاش نقدر نتمكن من مادة الفلسفة. اللي قراو الفلسفه كاين بزاف اللي يجوزوا العوام اللي فاتوا ما كانوش مهتمين بها بزاف، راح يقول لكم بلي حفظ كامل المقالات، ما على باليش هالعدد المقالات، بس انت ما راكش ميكرو في مخك. هذا الاوبشن هذه ما تخدمش، انا هذا ما خدمتش معاه، سمعت ما على باليش كون خدمت معاه بصح تكونسومي له بزاف من مخو، وما حش تخلي لك بلاصه باش تحفظ الاسلاميه وتحفظ الاجتماعيات و بزاف عفايس. اذا تاخذوا رايي يعني تفهموا شو هي الفلسفه قبل، ومن بعد داك مع الدروس ومع الشروحات ومع التدريب على كتابة المقالات، راح المهمة هذه تاع كتابة المقال في الباك راح تجيكم سهلة كتر. مع الأول راح نهضروا على الفلسفة وشنو هي الفلسفة. هي مجموعة الفلسفة في التعريف تاعها هي الفيلو صوفيا، هي محبة الحكمة يعني تناقش، تكون عندك أفكار تقوم بتوليدها، بعدك تقدر دير النقد ولا تقدر يعني تولد منها أفكار واحدة أخرى. سميت الفلسفة شنو هي؟ ماشي حفيظة. الفلسفة أنا نعطيك سؤال انت تجاوب عليه بواش تعرف وبواش تقدر انت تنتج. زعما انا كنقول لك شنو هي الحياة، كاين فلاسفة هضروا على مفهوم الحياة، بصح انت عندك مفهومك الخاص، بس كل انسان عنده تجربة في الحياة. انت كمواطن جزائري تقدر تقول باللي الحياة هي الأسرة، هي بالك واحد كيكون كبير يحب يتزوج كيتصصي على مفهوم الحياة يقولك بلي تكون عندي أسرة صغيرة، تكون عندي دار، تكون عندي خدمة. واحد يحب يفواياج يقولك الحياة هي الحرية. الواحد آخر يكون إنسان متدين وكذا يقولك الحياة ما هي إلا متاع والآخرة هي الصح. يعني المفاهيم تاع الفلسفية ما عندهاش مفهوم واحد، اي مفهوم الحياة، الموسيقى، الشعر، راح تلقاو بزاف فلاسفة هضروا عليهم وعطاو آراء. كاين احيانا تكون متناقضة واحيانا تكون على حسب الشخصية تاعهم. سما انت كي تروح تحفظ مقالة راك تحفظ افكار تاع انسان واحد اخر. على هادي لازم تفهم وش معناتها الفلسفة، وش معناتها المقالات وكيفاش تكتب المقالة، ومن بعدك تحاول تتعرف على شوية الأفكار تاع الفلاسفة، ومن بعدك انت على حسب المطلوب منك، إذا قالوا لك دير بحث، إذا قالوا لك دير جدل، إذا يعني على حسب المطلوب انت تكتب المقالة تاعك. في النهاية أخي في إبداء الآراء تقدر انت تبدي الرأي تاعك بخصوص هذه المقالة. عندنا الأول كما قلت لكم الفلسفة شنو هي؟ كما قلت لكم هي حب الحكمة، هي توليد الأفكار ومناقشتها ومحاولة دراسة الوجود والحياة وكل ما يحيط بنا. الفلسفة عندها محطات، تاريخ الفلسفة بزاف كبير، وكل مرحلة تاريخية عندها يعني تطورات فلسفية تشمل جميع المجالات، تشمل الموسيقى، تشمل الفن، تشمل العلم. عندنا اللي راح يتخصصوا في فلسفة في الجامعة تكون كاينة فلسفة الدين، كاين فلسفة الأخلاق، فلسفة العلم والعلوم، كاين فلسفة السياسية. يعني الفلسفة هي توليد سؤال ثم محاولة الإجابة عنه، هذه هي الفلسفة. لا وانت تكون تحب هذيك العملية تاع التوليد وتاع الضحك وتاع النقد وتاع تبادل الآراء والنقد البناء ومحاولة الوصول للحقيقة ولا بناء معلومة جديدة. هذه هي الفلسفة ماشي تخربيق، وماشي أنا نسي نحطمك وانت تسي تحطمني، بالعكس لازم يكون عندها كل ما تكون الفلسفة هادفة ولا النظرة تاعك للفلسفة هادفة كل ما راح تحس بلي انت تطورت. والفلسفة اللي يعني أفكارك تقدمها أفكار قد تساعد غيرك مع الوقت، ولي كي تعطي نصائح تحس بلي كاين تطور في الشخصية تاعك. يعني إذا ديت الفلسفة بطريقة مليحة، بس إذا كنت تقول غير تفلسف وأنا خاطيني وراسي ما يحملش وكذا ما راح تستفاد منها.
سمعت انت وكيفاش راك تخزر وكيفاش راك تستعمل وكيفاش راك تسيي تقرا المادة. وهي التفكير الحر، يعني انت كإنسان تكون عندك وجهة رأي خاصة بك بخصوص المجالات الأخرى. كما قلت لكم ماشي شرط لازم واش قال سقراط ولا واش قال أفلاطون ولا واش قال كانت ولا باش كون تعني انت الرأي تاعك يهم أكثر من الآراء تاعهم. يعني هما فلاسفة صح، قدموا للبشرية، بصح التجربة تاعك الوجودية في هذه الدنيا تاني تهم. يعني أنت صاحب رأي ولا أنت صاحبة رأي. عندنا فهم المقالات. فهم المقالات هي تقوم بدراسة تركيب المقالة كيفاش تكون، يعني تتعرف على أنواع المقالات وما كيفية بناء هذه المقالات على حسب السؤال المطروح، يعني ومحاولة فهم المطلوب. يعني عندنا بزاف قوالب كما نقدر نقولهم قالب، بس طريقة المقالة كما نقولوا الجدل هو نفسه بك المعلومة، يعني المعلومة اللي راح تعمق فيها هي اللي راح تتبدل على حسب المواقف. عندنا الآراء تاع الفلاسفة شيء مهم. كما قلت لكم تاريخ الفلسفة بزاف كبير، والفلاسفة يعني درسوا وتعبوا وقدموا للبشرية. سمعت لازم يكون عندنا ركيزة معرفية بخصوص تاريخ الفلسفة. يعني كطلاب مرحلة ثانوية ما راح تكون ملزمين بمعرفة كامل الفلاسفة، بس على حسب البرنامج تاعكم. فأنصحكم تشوفوا أفلام، ولا تحاولوا تقرأوا كتبهم، ولا كتب كتبت عنهم، ولا حتى طالعوا منشورة كاين بزاف صفحات على الفيسبوك اللي تقوم بتفسير وتحليل الأفكار تاعهم، ولا هكا فيس هكا بسيطة، ولا نقاشات، ولا في اليوتيوب راح تلقاو الآلاف. يعني عندنا التدريب وشنو هو؟ تجيبوا بعد ما تكونوا قريتوا الفلسفة، المفهوم تاع الفلسفة، يعني نحن راح ننشر هادو المراحل. بصح يعني إذا في حالة ما كملتوش هذه الدورة اللي نقوم بإطلاقها، تعرفوا على الفلسفة وشنو هي. ثم كما قلنا فهم المقالات، يعني المقالة كيفاش نقدروا نكتبوها من خلال السؤال المطروح والمطلوب. بعدها الأفكار تاع الفلاسفة. بعدها التدريب على كيفية كتابة المقال وتجنب الوقوع في الفخ، خصوصا إذا كان السؤال ماشي واضح. تدريب كيفاش يكون؟ طبعا ننصحكم تبدأوا بالأفكار اللي نتوما تحسوا باللي تستهويكم. إذا كنتم الفن كتبوا في موضوع الفن، إذا كنتوا في السياسة يطرقوا على الفلاسفة والأفكار الفلسفية اللي حتقراوها في البرنامج. إذا كنتوا في العلوم تقدروا تبدأوا بالسؤال الفلسفي والمشكلة العلمية، وهكا باش ما تكرهوش. يعني تبداو بالاشياء اللي نتوما تحبوها باش تلقاو روحكم تقدروا تعبروا تقدروا تناقشوا. بعد التدريب راح تحسوا باللي العملية ولات سهلة. أغلب الطلاب يلقاو مشكلة في فهم الفلسفة، بس هما ماشي فاهمين المطلوب منهم. كما قلت لكم ماشي المطلوب منكم تقول لي وش قال فلان، لازم انت تعرف كيفاش تسير الافكار تاع الغير باش انت تبني الرأي تاعك. دوكا كاين بزاف بالك اللي يقراو في الثانويه يحبوا الفن، بصح كي نقراو نقول له اعطي لي مقاله في الفسيق بزاف، بصح انت تقدر تقرا ولا دير لي مقاله بخصوص الفن من خلال الفلسفه. علاه ما تروحش تقوم بهذه العمليه؟ راح تحس بلي الشغف تاعك زاد الهواية تاعك، والفلسفة عاوناتك وعطتلك الأدوات باش تعبر على الإشكاليات تفتح لك أبواب يعني فكرية باش تناقش أشياء أخرى باك أنت ما كنتش تقدر تخمم فيهم. هذه هي first episode، الحلقة الأولى اللي حتكون في الدورة تاع الفلسفة طلبة تسمحوا لي طلبة البكالوريا 2025. حبيت نوضح فيها إذا حسيتوا يعني ما وجدتش واني نهضر برك وطريقة عفوية، يعني صح حاولت يعني ما نأجلهاش على بها سيتنا صورة دوكا. إذا عندكم أي أسئلة طرحوها لي تحت في التعليقات، وإن شاء الله نتلاقاو في الدورة الثانية.
في الفيديو التاني عفوا. الفيديو التاني حيكون على وش هي الفلسفة. راح نعبر لكم يعني طريقتي الخاصة أنا وش نحس الفلسفة وشنو هي، والتاني نقول لكم تاريخ الفلسفة يعني كيفاش بدات وكيفاش عطينا التعريف تاعها. وان شاء الله تكون هذه الدورة خفيفة وظريفة، وان شاء الله تجيبوا 15 16 19 18 علاش لا، ونكون انا يعني ساهمت ولو بالقليل بما اعرف. شكرا جزيلا على الاستماع، نشوفكم في الحلقة الثانية. باي.